ارجع يا ريهام، ارجع يا ريهام، والله ما عدت راجعه له يا ريهام، ما عدتش راجعه له. طب ارجع عشان عيالك يا كبد امي. طب ارجع عشان عيالك يا ريهام، طب ارجع عشان ظهرنا اللي محشوش يا حبيبه امي. والله انت ما عدت راجعه له ابدا يا بنت، واحنا حابسينه يا قلب امك، احنا حابسينه والله. ما إن كنت عايشه ارجعي لنا يا ريهام. طب قولي لي رن علي، طب رن على اختك وانا هروح لك ماشيه والله يا ريهام، هروح لك ماشي. بس رن عليا وقولي لي يا ريهام انت في الحته الفلانيه وانا هجيلك وهشترك وهبيع خواتك يا ريهام. ارجعي يا ريهام عشان خاطري، يا كسره ظهر ابوك وكسره ظهر امك يا ريهام. احنا ما خلناش حته الا لما دورنا فيها يا حبيبه امك، لحد المصارف دورنا فيه. والنبي يا ريهام ان كنت عايشه رجعينا يا ريهام، ومحدش مكلمك ولا حد جاي لك تلت التلاته كام، ولا انت راجعه له خالص. احنا حبسناه، ما عدتش راجعه له نهائي يا حبيبه امك. يا وهيسيغك بالدهب، ما عدتش راجعه له خالص خالص خالص. مدى حياتك يا حبيبه امك، احنا حلفنا له ما عادت ممدوده فرحك على سرير. عشان خاطري يا ريهام، طب عشان خاطر امك، طب عشان خاطر امك يا حبيبه امك، يا حته من كبد امك من جو، عشان خاطري يا ريهام. بالله عليك يا ريهام، طب رن عليا، طب رن على اختك يا حبيبه امك وقولي لي انا في الحته الفلانيه، وانا اللي هجيلك لوحدي، مش هجيب حد معايا. ويا قلت لي مش عايزه ارجع البيت ياما همشي معاك، همشي انا معاكي، ما هبيع خواتك التلاته وهشتريك انت يا ريهام. هبيع خواتك واشتريك والله يا ريهام، والله هبيعهم واشتريك. أعزائي المشاهدين في كل مكان، متابعي كاميرا سيدي غازي على مستوى مصر، أهلا بكم من جديد. وحالة من المفقودات والغائبات اللي من قرية أم سن التابعة لمحافظة كفر الشيخ. معانا أحد الحالات المتغيبة منذ 15 يوم، وتدعى ريهام عبدين فتحي أحمد سالم، عندها 25 سنة، من قرية أم سن. ريهام دي متزوجة في عزبة اسمها عزبة النحيتين التابعة لمركز الرياض. طبعا نجدت والدتها وعملت محضر تغيب واختفاء في مركز شرطة الرياض، وبعدين ذهبت لمديرية الأمن بكفر الشيخ وعملت أيضا محضر، وأتت إلى إدارة كاميرا سيدي غازي لتناشد الناس عبر وسائل السوشيال ميديا من خلال المنصة الإعلامية بكاميرا سيدي غازي. اللي عرفنا بنفسك. صابرين فوده محمد يوسف. حاجة صابرين، انت والدة ريهام عبدين فتحي عبدين؟ مظبوط. أوه. ريهام دي عندها 25 سنة. أوه. انتوا أصلا من قرية أم سن. قرية أم سن دي تابعة لمركز الرياض، وهي متزوجة من 10 أيام، من 10 سنين 10 سنين في حتة اسمها الناحيتين التابعة لمركز الرياض. ريهام دي عندها أولاد؟ عندها 3 جوز صبيان وبنت. الأولاد اسمهم إيه؟ حمزة وفياض وبسام. حمزة ده عنده كام سنة؟ 3. وفياض؟ 6. وبسنت؟ 8. طيب هي ريهام اختفت ولا مشت ولا جات لك ولا اتصلت بيك ولا ايه القصه؟ ما شفناهاش خالص. طيب ما احكي لنا القصه ايه؟ ما نعرفش. هو جوزها ضربها وخلى عليها اسنانها وكان بيخنقها بالسلك، واحنا ما شفناهاش. ونزلت الطفله الصغيره على اول الشارع ومشت، ما شفناهاش. من كانت مورمه ببعضها ما شفناها، مدغدغه ببعضها ما شفناها، جيت لها ما شفناهاش. يعني وهو جيت لها ما نعرفش برضه، ما نعرفش هي راحت فين، ما شفناهاش. هو خلى عليها اسنانها؟ مخلى عليها 4 سنان اللي فوق. طب ولما خلى عليها اسنانها جات لكم مثلا؟ لا ما جاتش. هي نزلت بنتها على اول الشارع وسابت الجوز الصبيان عند ابوهم، وجابت البنت الصغيره وقامت ماشيه، ما شفناهاش خالص. طب ايه اللي عرفك؟ نسال بسنت، بنقول لها امك فين يا بسنت؟ قالت امي راحت تكشف على اسنانها وساعتين وهتيجي. ادي 13 يوم ما شفناها. بسنت دي بنتها الكبيره؟ بنتها الكبيره اللي عندها 8 سنين. يعني يا بسنت اللي عرفتك ان والدها هو اللي خلى عليها 4 سنان. بقول لها امك فين يا بسنت؟ قالت لي بابا ضربها وخلى عليها 4 سنان وكان بيخنقها بسلك الشاحن، ومشت راحت تعمل سنانها وقالت لي روح عند تيتا بسنت على ما اعمل سنان واجي. وادي وش الضربه جالها 13 يوم. ان كان ابوها جيت لها ما نعرف، هو اللي ملاها الكلمتين دول ما نعرف. المهم اللي احنا ما شفناش بنته. طب ما رحتوش سالتوا ليه في عزبه الناحيتين؟ ما قالوا لك ما شفناش ما نعرفش. ما تعرفوش. طب انتوا ما سالتوش اصحابها، الناس اللي اصحابها متجوزه وهي في ثانيه اعدادي. طيب ولاد خالتها، اولاد عمتها؟ سالنا قرايبنا، عمتها وقرايبنا كلهم. ما خلناش لحد طنطا دورنا ورحنا بلطم ودورنا. طب رحتوا مستشفيات مثلا؟ رحنا النهارده. رحتوا مستشفى ايه؟ رحت ايه ده؟
المستشفى العام. مستشفى كفر الشيخ العام؟ اه. طب ما رحتوش مستشفى الرياض مثلا، مستشفى الحمول؟ ما ترضاش تقعد في الرياض عشان هو جثة هناك ممكن يتلقى فاتهم ويبقى خيطة موتة ولا قتيلة ولا عامل فيها أي حاجة. ده يومية عايشة يعني. يومية عايش. فياض عنده 6 سنين اللي هو داخل أولى ابتدائي السنة الجاية إن شاء الله. وبسنت 8 زمانها في ثانية ابتدائي أو ثالثة ابتدائي. داخلة ثالثة ابتدائي. طيب في مشاكل دايما أصلا ما بين ريهام وبين زوجها؟ بيضربها على طول وتيجي عندنا ونروحها، يضربها وتيجي عندنا ونروحها، وطبعا زوجته وطفش. طبعا زوجته وطفشت، ما عادتش. قالت لا انا ما عدتش مروحه لابويا ولا مروحه لابويا ولا الجوز. يعني انا ماشي في الدنيا. ده كانت عايشه يعني، ده كانت عايشه، احنا ما نعرفش هي مقتوله ولا عايشه. كانت دائمه المشاكل ما بين زوجها وما بينها. وجوزها بيشرب مواد مخدره يعني. بيشرب وبيعمل كل حاجه. يعني هو خارج عن ارادته وعن وعيه اصلا. تمام. طيب بسنت عندها 8 سنين عايشه مع مين بسنت بنتها الكبيره؟ مع ابوها. جه خدها امتى؟ جه خدها اول امبارح. يوم العيد. طيب وبالنسبه لفياض وحمزه؟ معاه. يعني هو واخد الثلاث اولاد؟ خدتهم معاه. 3 عيال معاه. خدهم. هو جه قال لي انا هجيبهم يقضوا العيد ما يبقوا مع بعضهم. قلت له ماشي هات. تمام. وثالث يوم العيد قام جاي قال انا هاخد عيال. قلت له خد. طب هو عنده علم بانك انت بتتحركي وعملت بلاغ؟ طب انت عملت بلاغ؟ هو محبوس. اتحبس حاليا؟ هو محبوس حاليا. اتاخد على ذمه ايه؟ على ذمه احنا اتهمناه اللي هو يكون قتيل. اللي هو يكون قتيل. تمام. طبعا ريهام فتحي عابدين احمد سالم، السن عندها 25 سنه، من قريه ام سن، متزوجه في عزبه الناحيتين التابعه لمركز الرياض بمحافظه كفر الشيخ. ريهام عندها 3 اولاد، 2 صبيان وبنت. عندها صبيان حمزه 3 سنين وفياض 6 وبسنت 8 سنين. طبعا ريهام متزوجه من 10 سنين. طيب زوجها اللي كان بيشرب ده انتوا ما سالتوش عليه حتى قبل ما تتجوز؟ لا هو كان كويس وامه عايشه، ومن يوم ما امه ماتت وهو انقلب اخته. هو كان كويس وواد حلو يعني كويس، وكان كسير. كان شغال ايه؟ خراط. في مخرط. تمام. ومن يوم امه ما ماتت وهو انقلب اخته بقى يضربها ويزعلها على طول، واحنا يجي يقوم قايل لنا كلمتين نقوم مروحينها معاه. طب ريهام عندها 25 سنه، يعني انتم مزوجينها وهي عندها 15 سنه. طفله يعني. لسه ما تعرفش الصح من الغلط. طيب ملهاش اصحاب قريبين منها من الجيران عندها في عزبه الناحيتين؟ يعني سلفتها، عديلتها، ملهاش الا سلفه واحده وفي كفر الشيخ، وسالناها قالت والله ريهام ما جت عندي. انا زعلانه عشان. طب وهي ما جاتش عني، بتقول والله ما جت عني. طب انتوا ما نزلتوش حتى عزبه الناحيتين تسالوا مين المقرب لريهام عشان حتى تسالوه؟ يمكن هي قاعده عنده زعلانه بتاع. لا ما تفضلش في الناحيتين. لا ما تفضلش في الناحيتين. عشان الناحيتين دول حبه ناس عوال واغلبهم خوال. اغلبهم خوال، قرايب في بعض يعني. ايوه قرايب في بعض، خوال كلهم. تمام. ما ترضاش تقعد في الناحيتين. لا. طب انت متوقعه ايه ريهام في ايه؟ ما اعرفش. اللي في بالي دلوقتي اللي انا حاسه اللي بنتي مقتوله. اللي بقى لها 10 سنين. 10 15 يوم غايبه. وما تعرفش حد اصلا ريهام. لا ما تعرفش. وما لهاش اصحاب. بيت عمتها ولا تعرف بيت خالتها ولا تعرف بيت اي حاجه. هي اتجوزت وهي عندها 15 سنه وما راحتش لحد. ما تعرفش البيوت دي خالص خالص خالص. يعني ريهام دي ولا يجي في بالها اللي هي اصلا تفكر اللي هي تيجي عند عمتي عند خالتي. ما تفكرش كده خالص خالص. احسن هي ما جاتش عندي. هي عارفه عمتها في سيدي غازي، بس هم فين؟ هي لها عمات في سيدي غازي هنا؟ تمام. 2. بس هي ما تعرفش هم فين حته. ازاي؟ يعني ما تعرفش. هي اتجوزت وهي عندها 15 سنه، وطبعا لما الواحد بياخد الواحده بيتحكم فيه. ما تروحيش عند خالك، ما تروحيش عند عمتك، ما تروحيش. هو حيش عننا بقى من 20 رمضان، ولا احنا بنروح لها ولا هي بتجينا وما شفتش بنتي من 20 رمضان. كانت غضبانه عندي من 20 رمضان وروحناها بالغصب عنها برضه. طب ازاي ولا خدت عيد صغير ولا عيد كبير ولا رحنا لها ولا شفناها. طيب هي ما فيش طبيعي انها تسيب 3 اولاد، خاصه عندها بنت وطفل عنده 3 سنين. ده بيخليك تخافي اكتر من المصير المجهول بالنسبه لريهام، لان ما فيش هتسيب ولادها يعني. ما انا خايفه لا يكون قتلها والله. انا خايفه لا يكون قتلها وهو اللي بيعمل كده وبيسحب علينا ناعم كده.
طيب انت تناشدي لو ريهام عند واحده صاحبتها او واحده مثلا مستعطفه حاله ريهام وقاعده عندها، تقولي لها ايه النهارده وهي سامعاكي مثلا؟ يا تشوفنا على الشاشه وتقول لي تعالي خديه. لو هي وحاسه بيه وحاسه بابوها واخوها اللي في الاردن ونازل عشان كرامتها لاخته وظهره محشوش هناك، لو هي وبتحس بالاموميه تقول لي تعالي خدي بنتك في الحته الفلانيه، ما تجيبهاش، انا اللي هروح لها. انا اللي هروح لها، بس تقول لي بنتك معايا هي تعالي خديها. اخو ريهام في الاردن نازل يبحث عنها برضه. والله مقاطع الاكل رخري ولا بيشرب ولا بياكل وجاي بكره نازل طيران بكره والله عشان يدور عليها معانا برضه، وعمالين نقول له ما تنزلش يا ابني، يقول لا انا هنزل ادور على اختي بنفسي. طب لو ريهام سامعاكي دلوقتي بقول لها تيجي يا ريهام تعالي في حضن امك، ومش عايزه تيجي اتصلي بيا وانا اللي هجيلك يا ريهام، انا هجيلك والله هجيلك يا حبيبه امك. انا عارفه ان انا كنت قاسيه معاك واقعد اشتمك واقول لك روحي لعيال، روحي لعيالك يا ريهام، عيش الناس كلها عايشه والناس كلها شاربه المر وانا شربت المر وكلنا شاربين المر، واقول لك عيشي يا حبيبه امك، بس النوبه دي بقى بيع الكل وما عدتش رداله خالص. يمكن ريهام خايفه انها ترد ترجع. وان كنت خايفه يا جد امك ما تخافيش من اي حاجه، طب بس خبطي عليا الباب وانا هاخدك في حضني وهنسى اللي انت كنت هنا ولا هنا خالص. انا وابوك حزين راجد في الدار والله يا ريهام، ارضنا بايظه، رزنا بايظ ما بيتملاش، بطننا بايظ سيبناه لاصحابه، قلنا لهم ما احناش واخدينه، احنا مش فاضيين عشان ندور عليك يا حبيبه امك، عشان ندور عليك والله يا حبيبه امك، رزنا بدور جي وراح ما تمل، وحياه النبي يا ريهام ان كنت سامعاني يا حبيبه امك رن علي. طب رن عليا وانا اللي هجيلك ماشيه وهاخدك في حضن، وقلت لها انا مش عايزه اجي الدار يما، هاخدك ومشي وهبيع خواتك التلات والله هبيعهم يا ريهام وهشتريك انت، وما عدتش رداله، وجوزك حبسناه وما هوش طالع الا لما يتعاقب. بالله عليك يا ريهام، بالله عليك يا حبيبه امك، يا سمعاني في اي مكان، طب رن عليا وقولي لي انا ما معيش فلوس يما وتعالي خديني، وانا هجيب عربيه مخصوص وهتقطع 20,000 وهجيب. معاكي بنات غير ريهام؟ معايا اسراء ده عندها كام سنه؟ عندها 20 سنه. دي قريبه من ريهام؟ يعني هم مثلا ممكن خايفه مني رن على اختي. خايفه مني يا ريهام ومن ابوكي، لو ان احنا مش هنكلمك خالص. ممكن يبقى سر ريهام معاها مثلا؟ رن على اسراء وقولي لها يا اسراء انا في الحته الفلانيه وتعالي خديني، واسراء ما بتقوليش وانت عارفه، وادتك حاجات من ورايا قبل كده وما قالتليش يا ريهام يا اسراء من حاجاتها اللي انا مجهزها لها، واجي اقول لها فين الحاجه تقول لي انا اديتها لاختي، انت مالكيش دعوه، صح يا ريهام؟ وتديكي من هدومها وتديكي من حاجتها من ورايا وانا ما اعرفش، تديك كل اللي تطلبيه منها بتقوم مديهولك. طب رن عليها وهي اللي هتروح لك يا اسراء يا ريهام، بالله عليك يا ريهام يا وسامعاني، ما كفايه حرقه القلب عليك يا حبيبه امك، وانا حاسه لما اعرفش انت ميته ولا عايشه يا قلب امك، ان كنت عايشه تعالي يا ريهام تعالي بالله عليك. طب رن عليا وانا اللي هجيب، رن عليا يا حبيبه امك، والله يا حبيبه امك دارنا فيها ميتم يا بنت الناس، بتيجي تعزني والله، يا ريتني دفنتك يا حبيبه امك، والناس اللي بتيجي دي تعزني فيك كان ارحم من كده يا قلب امك، والله ظهري محشوش يا بنتي، والله كمان مره ظهري محشوش، ما ببطلش عليك عياط يا اسراء يا ريهام، نص الليل بعيط يا ريهام، الفجر بعيط يا ريهام، النوم خاص بعينيا والله يا ريهام، والله النوم خاصم عينيا. طب تعالي عشان اولادك عندي، ما رضتش ادهم لابوه وانا حايشه عيالك عندي، عشان قلت انت هتيجي يوم من الايام وتلاقي عيالك عندي يا ريهام، وهنبني لك دار وهتقعدي بعيالك ويجري عليهم يا كبد امك، ما انتش قاعده ولا مع مصطفى ولا مع محمد، هنبني لك دار لوحدك بعيد خالص كده، وربهم رب عيالك يا حبيبه امك، وما عدتش رايحه لاي راجل خلقه ربنا، والله يا ريهام ما عدت رايحه الراجل اي راجل خلقه ربنا، بس تعالي يا كبد امك، تعالي يا حبيبه امك، انت كسره ظهر امك، والله ابوك اللي مرمي هناك يا قلب امك، ولا اخوك يا حبيبه امك اللي جاي من غربه وظهره مكسور، والناس بترن علينا وبتقول ولا بياكل ولا بيشرب يا حبيبه امك، اكتر ما بيعيط ويقول انا في غربه زي اللي ما اناش عارفه اعمل حاجه. تعالي يا حبيبه امك، تعالي يا كبد امك، حتى انت يا وجات الليله ولا بكره نقول لاخوك ما يجيش، انت عارفه اللي هو بيجي بفلوس، واحنا ناس على قد حالنا يا اسراء يا ريهام، انت عارفه اللي هو عايز كل قرش يا حبيبي. طب تعالى عشان فرح اختك اللي انت قلبها الدار ميته وفاضل عليه 20 يوم يا اسراء يا ريهام، طب تعالي احضري فرح اختك،
تعالي احضري فرح اختك يا ريهام اللي فاضل عليه 20 يوم وتقول مش متجوزه إلا لما اشوف اختي. تعالي يا ريهام، تعالي احضري معانا فرح اختك يا كبد امك، وبشاهد اي واحده تشوفني وبصعب عليها وعندها اولاد ولقتها ترن على اي رقم ما هي شايفاه. بالله عليكم، بالله عليكم يا ولاد، بالله عليكم كبدنا محروق ليه ما يحرق لكم ضانا ابدا يا ولاد. يا رب يا رب كبدنا محروق والله. تعالي يا قلب امك، تعالي وهاخدك في حضني. عيني لسه هترقك يا قلب امك ان كنت عايشه يا قلب امك. تعالي ان كنت عايشه يا حبيبه امك. تعالي تعالي. طب ما تجيش يوم ما معكيش فلوس تيجي رن علي. طب رن على ابوك، رن على خالك، كلنا هنروح نجيبك والله يا ريهام وهاخدك في حضني. وما حد جاي لك تلت التلاته كام وهننسى اللي انت كنت اصلا رحت هنا ولا هنا. معلش انا عذراكي والله يا ريهام، انا عذراكي يا حبيبه امك والله. انا عذراك، انا عذراكي يا قلب امك، وما عدتش قاسيه عليكي ابدا. ها اختك هتتجوز وهاخدك تحت باطي والله يا ريهام، هاخدك تحت باطي وهتبقي بنتي واختي وكل حاجه ليا والله يا ريهام. ولادها عايشين ازاي دلوقتي؟ حمزه وفياض وبسنت عايشين ازاي؟ يمكن ريهام ترج قلبها لهم. عمالين يعيطوا، عمالين يعيطوا. وحمزه الصغير انت عارفه اللي هو تعبان ومتعلق بيكي يا اسراء يا ريهام، وانت عارفه اللي حمزه الدكتور جاي لك ممكن يموت في اي لحظه. تعالى عشان حمزه ده عنده انت ايه؟ عارفه اللي هو عنده ضمور في دماغه وجاي لك وممكن يتم ال3 سنين ويموت. تعالي يا ريهام، لا حول الله. تعالي يا ريهام عشان خاطر حمزه اللي عمال يقول هتقولي ماما هتقولي ماما. تعالي يا ريهام، تعالي. طب تعالي عشان خاطر حمزه. حمزه بيبات في حضنه وعمال يعيط ويقول انا عايز ماما، انا عايز ماما يا تيت، انا عايز ماما. اقول له جايه اهي، جايه هي حمزه. ويقوم نص الليل يعيط، ويقوم نص الليل يعيط. طب تعالي مش الدكتور جاي لك بتاع مصر يا ريهام، ما تسيبيش حمزه عشان هيموت في اي لحظه. تعالي يا ريهام عشان حمزه، تعالي. طب تعالي بلاش بسنت وفيض، تعالي عشان حمزه بس، عشان يومات وانت ما شفتوش هتفضلي حزنانه عليه العمر كله. تعالي يا ريهام، تعالي يا حبيبه امك، يا حته من كبد امك من جوه، وهاخدك وهطبطب عليكي والله يا ريهام. تعالي تعالي يا حبيبه امك، تعالي يا قلب امك. طب رن علينا، رن علينا واحنا هنجيلك يا وانت ما معكيش فلوس. انا عارفه ان انت بتباتي في الشارع يا وانت عايشه يا ريهام، والله عارفه. انا عارفه ان انت ما معكيش فلوس. ان كان معاكي 200 جنيه 300 جنيه زمانهم منصرفوا. ده 13 يوم ولا بتاكلي ولا بتشربي يا حبيبه امك، واحنا قاطعين الاكل زي ما انت قاطعه الاكل يا كبد امك. وبالله عليك، وبالله عليك اللي يشوف المشاهد ده، وبالله عليك ويدلني. انتوا كلكم ابهات وامهات والله. بالله عليك، بالله عليك والنبي، بالله عليك. ظهرنا محشوش والله، ظهرنا محشوش وبيتنا فيه ميتم والله، بيتنا فيه ميتم، بيتنا فيه ميتم يا قلب امك والله. بالله عليك يا حبيبه امك، بالله عليك يا قلب امك. الناس طالعه وخش علينا يا بنت، الناس خشه وطالعه علينا زي اللي نكون ودناك التراب وبيعزوا فيكي يا قلب امك. تعالي يا حبيبه امك، تعالي يا قلب امك. انا ما خليتش حته الا لما لفيت عليك. الناس كانت بتعيد يوم العيد وانا بجري على شط بلطيم يا ريهام. الناس كانت بتقول لبعضها كل سنه وانتوا طيبين وانا بجري على شط بلطيم ابص في وش الناس كلها يا ريهام. تعالي يا حبيبه امي، تعالي يا كبد امك من جوه. بنناشد أهل الخير وكل متابعين كاميرا صيد غازي في كل مكان، بنناشد ريهام عابدين إنها تعود لوالدتها. أكتر من الناس معانا، أمك بتدفنك وتاخد عزاك قدام الناس، لكن هي ما تعرفش انت فين. ارجعي، ما تكسريش أهلك، حرام عليك. رد على أمك وارجعي عشان ولادك، عشان أخوكي اللي في الغربة. ريهام عابدين، احنا بنناشدك حتى على الأقل لولادك. ارجعي عشان حمزه اللي عنده 3 سنين اللي عنده ضمور في المخ، وفياض اللي عنده 6 سنين، وبسنت 8 سنين. دعوه لكل الناس. طبعا الارقام لوالد ريهام ووالدتها هتكون اعلى الفيديو. ريهام من قريه ام سن التابعه لمركز الرياض بمحافظه كفر الشيخ. بنناشد كل اهل الخير معانا في عمليه البحث عن ريهام. اقل شيء هتعمله معانا انك انت تشير الفيديو ده، يمكن حد من اصحابك يشوفها، حد من جيرانك يشوفها. ممكن تكون ريهام عند اي حد من صحباتها او من قرايبها. احنا بنناشدها بالرجوع. وطبعا والدتها خايفه ان تكون ريهام لا قدر الله حصل لها اي شيء.
احنا بنناشد اهل الخير معانا في كل مكان بالبحث عن ريهام عابدين فتحي عابدين احمد سالم من قريه ام سن، 25 سنه، لها 3 اولاد. بنناشدها، وان شاء الله رب العالمين املنا في الله كبير، ثم املنا في كل فاعلين الخير وكل مشاهدينا بانهم يتابعوا معانا ويشاهدوا معانا ويشاركوا معانا الفيديو ده، لعل وعسى يكون حد من الناس اللي متابعه معانا، يكون حد من اصحابه على صفحته يشوف ريهام فيرجع يطمن اهل ريهام عليها ويطفي نار قلوبهم. واحنا ان شاء الله متابعين مع حضراتكم غياب ريهام عابدين، وان شاء الله رب العالمين في كل وسائل السوشيال ميديا هيتم نشر هذا البث، وان شاء الله رب العالمين على جميع المواقع هنتواصل، والاقسام هنتواصل، المستشفيات ان شاء الله رب العالمين نحسن الظن بالله، وان شاء الله رب العالمين تعود ريهام لحضن والدتها. كلمه من والدها لريهام، والدها عايز يقول لها ايه؟ عايز يقول لها ارجعي ارجعي يا ريهام، والله بيقول ارجعي، ده انت كسره ظهره والله يا ريهام، وعمال ما بينامش يا ريهام، بيقول يا عيني يا بنت انت فين، يا ترى انت فين يا كبد امك، عايش يا كبد ابوك، انت عايشه ولا ميته يا حبيبه ابوك، وعمال يعيط في الدار والله، وانت ما انتش تايه، عياط الراجل صعب قوي يا ريهام، ابوك بيعيط بالدمع عليك يا ريهام، بيرجعي يا ريهام. ان شاء الله رب العالمين ترجع بالسلامه، واملنا في الله كبير. اشكر كل متابعينا وكل متابعينا في كل مكان، وان شاء الله رب العالمين تكونوا سبب زي ما كنتوا سبب في اكتر من حاله انها ترجع لاهلها، تكونوا سبب في رجوع ريهام عابدين ان شاء الله. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.